النادي الاهلي حاليا اعلى اسكواد في مصر، وفعلا قائمه النادي الاهلي اقوى قائمه موجوده في الدوري الممتاز لحد الان في الموسم الجديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم احبابي واصحابي اللي تتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس من برنامج الكوره مع شيتوس. يا ريت لو انت اول مره تتابعني ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، ويا ريت تشير الفيديو ده على قد ما تقدر لكل الناس، واللي ما عمليش اشتراك لحد الان يا ريت يعمل اشتراك حالا. ويلا بينا نبدا حلقتنا. كورة مع شيتوس. وطبعا انا حابب اسال سؤال، وعاوز كل الاهلاويه وكل الزملكاويه واي حد بيشجع اي نادي غير الاهلي والزمالك يرد عليا، بس هسال السؤال ده في اخر الحلقه. واول حاجه حابب اتكلم عنها قائمه نادي الزمالك اللي بعتتها الاداره لاتحاد الكره. القائمه الاولى لفريق نادي الزمالك وكلنا شفناها، هي القائمه بتاعت السنه اللي فاتت، بل بالعكس نقصت 4 لعيبه: عمر جابر وعندك محمود بن طايق، الاثنين جددوا عقودهم بس لسه هيخشوا في القائمه الثانيه. وعندك عبد الله السعيد لحد الان الاداره فاشله، الاداره مش عارفه تجدد لعبد الله السعيد لحد الان، سايبين اللاعب بعد ما خلص العقد بتاعه وجايين يقعدوا معاه عشان يتفقوا معاه ان هم يجددوا ليه طبعا سنه او سنتين. لكن عبد الله السعيد شكله كده مش هيجدد، لان فعلا اداره نادي الزمالك فاشله ان هم يسيبوا موضوع تجديد اللعيبه ده لاخر ثانيه، بل بالعكس بعد ما يخلصوا العقود بتاعتهم يجروا عشان يجددوا لهم. ده غير عبد الله السعيد مشوا حمزه المسلوسي، مش عارف ليه مشوا حمزه المسلوسي، عشان متصاب ولا ايه؟ لكن حمزه المسلوسي كان بيلعب مدافع وكان بيلعب باك يمين، وانت عاوز مدافع وعاوز باك يمين، يعني اللاعب ده كان يقدر يغطي لك الاثنين وكان يقدر كمان يلعب نص ملعب. لكن حمزه المسلوسي كان خاتم قبل ما يتصاب، كان خاتم الموسم ختام جامد مع نادي الزمالك. وغير كده جماهير نادي الزمالك كانت بتعشقه وبتحبه، وانا برضو واحد من الناس بحب حمزه المسلوسي قوي. وطبعا موضوع حمزه المسلوسي والاداره مشيته بطريقه ما عجبتنيش، بس سيبك من موضوع حمزه المسلوسي خالص دلوقتي لان هو مش موضوعنا ولا موضوع حلقتي. انا حابب اتكلم عن قائمه النادي الاهلي، قائمه النادي الاهلي اللي كل جمهور نادي الزمالك وكل الجمهور في مصر شاف النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كان عامل ازاي. وطبعا كلنا عارفين ان قائمه النادي الاهلي مضججه بالنجوم، مليانه نجوم، واخرهم الميزو البالونه اللي راح للنادي الاهلي فري. وطبعا كلنا شفنا قائمه النادي الاهلي عامله ازاي في كاس العالم للانديه. ما عملوش حاجه في كاس العالم للانديه ورجعوا، بس النادي الاهلي جامد جدا، اعلى اسكواد في مصر لحد الان هو النادي الاهلي. واللي يقول غير كده يبقى كذاب. لازم تقول الحقيقه، تقول ان اداره النادي الاهلي عرفت تعمل فريق جامد جدا، عرفوا يبنوا فريق قوي جدا. سيبك ان هم ما عرفوش يعملوا حاجه في كاس العالم للانديه، لكن اتفرج على اللي جاي، اتفرج على اللي جاي. الفريق ده لسه ما انسجمش مع بعضه، الفريق ده لسه متكون، لعيب من هنا ولعيب من هنا ولعيب من هنا، مستحيل ان هم ينسجموا في ماتش واثنين وثلاثه. اتفرج يا باشا على الموسم الجديد النادي الاهلي هيبقى عامل ازاي، اتفرج على اللعيبه دي هتعمل ايه، اتفرج على اللعيبه دي هتعمل ايه في الموسم الجديد مع بعض لما ينسجموا مع بعض. انت بتتكلم عن ميزو، وبتتكلم عن بن رمضان، وبتتكلم عن اشرف بن شرقي، وبتتكلم عن وسام ابو علي، وبتتكلم عن جريديشار، وبتتكلم على تريزيجيه، وبتتكلم على حسين الشحات، وبتتكلم على قفشه، وبتتكلم على مروان عطيه، وبتتكلم على اليو ديانج، وبتتكلم على بن رمضان. ايه اقول ايه ولا ايه؟ انا لو قعدت اقول عاوز حلقه كامله عشان اتكلم عن فريق النادي الاهلي. لكن انا بجد لازم اقول الحقيقه ان فريق النادي الاهلي فريق جامد جدا، فريق مرعب. ما اتكلمنا عن فريق النادي الاهلي طبعا هرجع له تاني، بس انا دلوقتي حابب اتكلم عن فريق بيراميدز. فريق بيراميدز اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت، وشفنا القائمه بتاعته، وشفنا الفريق عامل ازاي، وخد كاس افريقيا السنه اللي فاتت. وطبعا الماتش اللي لعبه قدام الزمالك لا تقارن بيه خالص الموسم الجديد. اوعى تقارن ان فريق بيراميدز اتغلب من نادي الزمالك في نهائي الكاس وتقول ان نادي الزمالك بالفريق اللي موجود دلوقتي، بالسكواد اللي موجود دلوقتي، اعلى من السكواد بتاع بيراميدز. مستحيل. اللي يقول كده كذاب. وغير كده كمان فريق بيراميدز كان تعبان بدنيا، فريق بيراميدز كان هلكان بدنيا لانه كان بينافس في بطولات كتير، فطبعا جه لاعب نادي الزمالك وهو هلكان، وطبعا نادي الزمالك استغل الموضوع وكسبنا في الاخر. لكن سيبك من موضوع كاس مصر خالص، لان فعلا فريق بيراميدز فريق جامد، وفعلا هيعرف ازاي ينافس في البطولات كلها، وهيعرف ازاي ينافس في الدوري، وهيعرف ينافس كمان في بطولة افريقيا، وكمان هو بيستعد لكاس العالم، لان هو فعلا
معاه فلوس كتير، هيعرف يجيب صفقات كتير، وهيعرف كمان يمول الفريق بتاعه، ويعرف كمان ان هو يكمل الفريق بتاعه عشان يبقى فريق جامد زيه زي النادي الاهلي. بس طبعا سكواد النادي الاهلي لازم نقول الحقيقه اعلى سكواد في مصر، لان فعلا فريق النادي الاهلي مرعب. فريق النادي الاهلي انا مش عارف فريق نادي الزمالك هينافسه ازاي. وفعلا فريق نادي الزمالك لا حول له ولا قوه، وفعلا جمهور نادي الزمالك الله يكون في عونه، اللي انا منهم، اللي انا فعلا تعبت خلاص بجد، لان فعلا اداره نادي الزمالك لا تستحق ان هي تدير كيان باسم كيان نادي الزمالك، لا تستحق ان هي تدير نادي بحجم نادي الزمالك، لان هم فعلا اخرهم يديروا مركز شباب، ما ينفعش يديروا نادي كبير وليه شعبيه كبيره قوي زي نادي الزمالك، لانه ليه شعب وليه جمهور كبير. ففعلا الاداره دي ما تنفعش تدير نادي الزمالك، لان نادي الزمالك السنه دي انا مش شايفه في الدوري. نادي الزمالك السكواد اللي موجود حاليا انا مش شايفه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي بيراميدز. وغير كده بقى سيبك من بيراميدز خالص، النادي الاهلي فعلا السكواد بتاعه جامد جدا. انا ولا بفخم ولا بطبل ولا بقول اي حاجه، انا بقول الحقيقه، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. ان النادي الاهلي كله هينافسه ازاي السنه دي. فعلا النادي الاهلي فريق جامد جدا، اتفرج عليهم يا باشا اول لما يبدا الموسم، سيبك من اول ماتش وتاني ماتش وتالت ماتش، اتفرج بقى من خامس ماتش وسادس ماتش، اتفرج الفريق ده هيبقى عامل ازاي. الفريق ده هيلعب مزيكا، الفريق ده هيبقى فن ومزيكا، مش احنا فريق مدرسه الفن والهندسه، لا هم هيبقوا فن ومزيكا. لان فعلا فريق النادي الاهلي انا امسكه لاعب لا، اللاعب لوحده يشيل فريق. كل لاعب في النادي الاهلي يشيل فريق في الدوري. اللاعب اللي قاعد على الدكه، اللاعب اللي بره ال 18 يشيل فريق في الدوري، اللاعب اللي مش هيتسجل في ال 18 في الماتش يشيل فريق في الدوري. يعني اقل لاعب في النادي الاهلي هيبقى نجم في اي فريق في الدوري، ودي كلمه حق ولازم أن تقولها. لان انا لو اي لاعب النادي الاهلي سابه انا اتمنى ان هو يجي نادي الزمالك. اي لاعب النادي الاهلي هيسيبه حاليا انا اول واحد اتمنى ان هو يجي نادي الزمالك، واللي يقول غير كده كذاب. لان احنا شايفين في الدوري الممتاز عامل ازاي. الدوري المصري ما فيهوش لعيبه يا باشا، الدوري المصري خلاص النادي الاهلي استحوذ على كل اللعيبه، خد كل اللعيبه، حتى خد العمود الاساسي اللي عندك يا باشا، ده خد احسن 3 لعيبه في مصر، واحسن 3 لعيبه انا شفتهم في حياتي من ساعه ما اتولدت لحد الان. اول لاعب فيهم امام عاشور نجم النجوم، واللي يقول غير كده كذاب، وربنا يرجعه بالسلامه. لان الواد ده فعلا بيدي لاي نادي بيلعب فيه، الواد ده بيدي النادي الاهلي باخلاص، حتى لو هو مش اهلاوي، انا عارف ان هو زملكاوي لكن بيدي النادي الاهلي باخلاص. الواد ده لعيب جدا، الواد ده الستايل بتاعه ستايل عالمي، الواد ده ستايل امام عاشور هو النادي الاهلي. امام عاشور هو النادي الاهلي. امام عاشور لو كان مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والله العظيم كان الاهلي صعد للدور الثاني، كان النادي الاهلي صعد من الدور التمهيدي ده. لكن فعلا امام عاشور اثر جامد قوي مع النادي الاهلي. وتيجي بقى بعد امام عاشور ميزو واشرف بن قلبي، اشرف بن شرقي، اشرف بن كبدي، اشرف زي ما تقول قول، وميزو البالونه. الثلاثه دول احسن 3 لعيبه انا كنت بعشقهم في نادي الزمالك، انا بتكلم بجد، دول احسن 3 لعيبه انا حبيتهم في نادي الزمالك، دول احسن 3 لعيبه شافتهم عينيا في نادي الزمالك، بعد شيكابالا وبعد حازم امام وبعد كذا لاعب يتعدوا على الصوابع. لكن فعلا حاليا الدوري المصري ما فيهوش لعيبه. هتجيب مين يا ترى؟ هتجيب لي مين؟ قول لي انت هتجيب لي مين؟ انا مش عارف انت هتجيب لي مين، ومش عارف نادي الزمالك هينافس ازاي بصراحه. وعلشان كده انا من هنا ورايح مش هقول الا الصراحه وبجد، وفعلا مش هقول اللي انا شايفه، مش هقول غير اللي انا شايفه. لان فعلا اداره نادي الزمالك تضيع اي حد. اداره نادي الزمالك ضيعتنا السنه اللي فاتت، وهتضيعنا السنه الجديده، وهتضيعنا السنه اللي هتبدا. وغير كده اللي انا شايفه اداره النادي الاهلي في حته تانية خالص، بعيده قوي، واداره نادي الزمالك في حته الله يكون في عونهم. فعلا الله يكون في عونهم، واكلين لبان، معرفش اللبان ده جايبينه منين، جايبينه من امريكا ولا جايبينه منين، مع اننا ما سافرناش امريكا، النادي الاهلي هو اللي سافر امريكا. لكن اداره نادي الزمالك في حته تانية خالص، ومودينا احنا معاهم كمان في حته تانية خالص. عشان كده انا بقول فعلا ان اداره النادي الاهلي فعلا نجحت السنه اللي فاتت،
وعرفوا يعملوا حاجات كتير قوي وهتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه، لان انا فعلا الفيديوهات اللي جايه هقارن ما بين اداره لبيب وهقارن ما بين اداره الخطيب، واشوف مين الاحسن واشوف مين الاشطر واشوف مين اللي عمل لناديه واشوف مين اللي اجتهد وعمل لناديه حاجات كتير واشوف مين اللي كسب في الاخر ومين اللي عمل حاجات صح لناديه ومين اللي ما عملش حاجه خالص لناديه، وهنشوف. وغير كده كل حاجه بالادله وكل حاجه بالاوراق، انا مش هجيب كلام من عندي. وغير كده انا ولا هاجي على اداره نادي الزمالك ولا هطبل لاداره النادي الاهلي، انا هتكلم بصراحه. فيديوهاتي اللي جايه كلها انا هقارن ما بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك عشان نشوف مين الصح ومين الغلط، عشان خلاص بجد والله تعبنا. انا هجيب كل المقارنات واشوف الاداره دي عملت ايه واشوف الاداره دي عملت ايه في خلال سنه واحده بس، السنه اللي خلصت دي، ونشوف بقى ان شاء الله السنه الجديده دي هنعمل فيها ايه. قبل ما اختم حلقتي انا حابب اسال سؤال لكل اللي هيشوف الفيديو ده، اذا كان اهلاوي او زملكاوي او بيشجع اي نادي تاني، نادي الزمالك هينافس السنه دي، هيعرف ينافس النادي الاهلي وبيراميدز وهيعرف ياخد بطولات السنه دي، ولا هيطلع من مولد بلا حمص، هيطلع حصاله الدنيا، هيطلع حصاله كل البطولات، هيطلع من غير ولا بطوله؟ عاوزين نعرف. انا عاوز دلوقتي كل اللي هيشوف الفيديو ده يرد على سؤالي، نادي الزمالك هيعرف ينافس الاهلي السنه دي وبيراميدز ولا لا؟ وردوا عليا، هينافس ازاي وهياخد ايه؟ ولو مش هينافس ليه ومش هياخد ايه؟ غير كده هو ده اللي انا عاوزه من كل اللي هيتفرج على الفيديو ده. ويا ريت تقول اللي عندك وتقول اللي عندك من قلبك، عشان بجد حابين نشوف مين اللي هينافس السنه دي ومين اللي هياخد بطولات السنه دي. بس انا قبل ما اختم حلقتي حابب اقول ان فعلا فريق نادي الاهلي السكواد بتاعه اجمد سكواد في مصر حاليا. ده رايي انا ودي كلمتي انا، وانا بتكلم بجد ان فعلا سكواد النادي الاهلي اعلى سكواد السنه دي، ولما نشوف الموسم الجديد هنعمل فيه ايه. وهو ده كان موضوع حلقه النهارده، ويا ريت اللي بيتابعني ما ينساش يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو. لو انت اول مره تتابعني واول مره تشوفني ما تنساش تشير الفيديو ده على قد ما تقدر لكل الناس عشان عاوزه يوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساش تعمل لي اشتراك، ويا ريت تعمل اشتراك حالا عشان لو ما عملتش اشتراك بجد هحبك برضو وهتكلم معاك تاني وهقول لك انا حابب اشوفك وحابب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس هو الزمالك، ما عندوش مسؤولين هو الزمالك، مشكلة مسؤولين وإدارة هو الزمالك. جمهوره لم يتخلى عليه يوما، لم يتركه أبدا في الصعوبات.